فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس الجزء الثاني من اعظم افلام الانيميشن اللي نزلت في 2018 نزل اخيرا، فانا هتكلم عنه وهقول لكم رايي فيه بالتفصيل. فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس الجزء الاولاني من السلسله دي او ثلاثيه الافلام اللي هتكمل لنا السنه الجايه ان شاء الله. كان من اعظم الحاجات اللي اتعملت من مارفل عامه، واعتقد ان من النجاحات اللي حققتها سوني بامتلاكها لشخصيات سبايدر مان. الجزء التاني بتاعه نزل بره في الدول الاجنبيه، لكن لسه ما نزلش في الدول العربيه. هينزل في موسم عيد الاضحى، يعني في يعني 23/6 حاجه كده عليه اونلاين. فاقدر اقول لكم رايي في الفيلم ده وايه اللي عجبني فيه بالظبط، ايه اللي ما عجبنيش. وهل تتفرجوا عليه فعلا لما ينزل في السينمات؟ هل ان انتوا تدفعوا فعلا فيه فلوس ولا لا؟ نبتدي، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وقبل ما نبتدي، ما تنسوش انكم تعملوا لايك على الفيديو ده وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، عشان الفتره الجايه هنتكلم افلام كتيره جدا، هنتكلم عن حاجات حلوه جدا بتنزل، فمش هتحبوا انكم تفوتوا الحاجات دي كلها. ويلا نبتدي. الفيلم بتاعنا بيكون احداثه بعد سنه تقريبا من احداث الفيلم الاولاني. مايلز موراليس بقى عارف ان هو يبقى سبايدر مان، بقى متقن الموضوع بشكل او باخر، لحد ما بيتجمع تاني مع اصدقائه اللي من الاكوان المتعدده، جوين ستيسي، بيتر بي باركر، وبيتعرف على مجموعه جديده من السبايدر بيبول اللي بتكونوا متجمعين مع بعض عشان يحموا المالتيفيرس. لكن هيحصل شويه مشادات ما بينهم، ومايلز موراليس هيلاقي نفسه ضدهم بسبب مشاكل كتيره بتهدد الناس اللي بيحبهم في حياته. في حاجات كتير قوي هتكلم عليها بخصوص الفيلم ده، بس مش هحرق طبعا. اول حاجه حابه ان انا اتكلم عنها هو الشخصيات الموجوده معانا هنا. الفيلم ده برضو اقدر اقول كده زي ما اتكلمت عن Guardians of the Galaxy، ان الكتاب بتوع الفيلم ده حابين الشخصيات بتاعتهم ومبسوطين، يعني بيعاملوهم كشيء قيم، كشيء مهم، لان ده فعلا الطريقه اللي لازم نتعامل بيها مع الشخصيات اللي احنا بنكتبها. حابين جدا الشخصيات بتاعتهم، فبالتالي الكتابة بتاعت الشخصيات حلوة قوي في الفيلم ده. طبعا اول حاجة مايلز موراليس، طبعا شخصية كده كده اصلا تتحب، كاريزما طبعا من الاداء الصوتي حلوة جدا. ده كلام، ده حاجة ما فيهاش كلام، من الجزء الاول عارفينها. بعد كده نيجي نتكلم عن الارك بتاعته او القصة بتاعته او التطور بتاعه في الفيلم التاني ده تحديدا، فانا حبيتها جدا. قدر ان هم يستخدموا المالتيفيرس للادفانتج بتاعتهم كميزه في كتابه القصه بتاعته، وطلعت قصه رائعه. وفي لحظات كتيرة قوي حلوة قوي مع شخصية مايلز، وهو بيتكلم مع أهله، بيتكلم مع أصدقائه، بيتكلم عن المشاكل اللي بيواجهها. ودي حاجة أنا حبيتها قوي، إن الفيلم قدر إن هو يقدر الأرك بتاعت مايلز، وبيديله لحظات يظهر اللي هو بيحس بيه، المشاكل اللي بيمر بيها، وي وي وي. برضو من الشخصيات اللي عجبتني جدا في الفيلم ده جوين ستيسي، هي برضو واخدة دور أكبر بكتير من الفيلم الأولاني، وظاهرة بشكل كبير قوي في الفيلم الأولاني التاني ده. فقصتها المرة دي بتستكشف أكتر، بنعرف شوية عن تاريخها في الكون بتاعها، ايه اللي حصلها بالظبط. بيبقى برضو لحظات حلوة قوي. بيدوها ارك، برضو هي بتاعتها الارك بتاعتها بتكمل بشكل كبير وبتنتهي نهاية حلوة في نهاية الفيلم. مايلز التطور بتاعه مش بينتهي، يعني بيدوله قصة كده، بيبقى فيه كليف هانجر في الاخر، مش بتخلص. لكن بالنسبة لجوين فبيدوها قصة بتنتهي، بنعرف عنها حاجات كتير، وبتبقى ممتعة قوي في الفيلم ده. سبايدر مان 2099 ده برضو شخصية جديدة بتتقدم في الفيلم ده لأول مرة، وقصته كانت حلوة قوي. هو المفروض من التريلرز والإعلانات بيتوضح ان هو الشرير، لكن لو اتفرجتوا على الفيلم هتحبوا قوي الطريقة اللي بيفكر بيها، القصة بتاعته والمعضلة الأخلاقية اللي هو بيتعامل معاها، هتحبوها جدا. شخصيات سبايدر تانية برضو ما كانتش واخدة حيز كبير، بس كانت حلوة. عندنا سبايدر وومن مثلا، عندنا سبايدر مان انديا، سبايدر بانك، الناس دول كأداء صوتي وكشخصيات فهم ممتعين جدا، واعتقد ان ممكن يستخدموهم بشكل اوسع في المستقبل. برضو لازم اتكلم عن الانيميشن. الفيلم ده بياخد نفس ستايل الانيميشن الرائع من الفيلم الاولاني، وبيعلي عليه بشكل كبير، حاجة مش طبيعية. يعني انا اللي هو فكرت اللي هو هيعلي عليه ازاي، ايه اكتر حاجة ممكن يعملها. وفعلا عمل حاجات كتير، عمل حاجات رائعة بالنسبة للانيميشن الفيلم. يعني مش هقول لكم ان الانيميشن بتاعته بتبان ان هو الحاجات كأنها حقيقية وكده، ولا هي كأنها برضو كرتونية، او الستايل حاجة مختلفة، حاجة يونيك للفيلم ده، بس ما شفتش اي حاجة تانية عملتها. حابب برضه ان انا اتكلم عن القصه بتاعتنا في الفيلم ده. طبعا انا مش هقولها بشكل اوسع من اللي انا بدات بيه، لكن القصه عامه بتستخدم المالتيفيرس
بشكل رائع جدا. زي ما انا قلت بتستخدمه كميزه للشخصيات بتاعتنا. اعتقد عالم مارفل السينمائي ممكن ينظروا للفيلم ده ويشوفوه كده ويقولوا احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، ممكن نستخدم نفس الفورمولا دي، ان احنا بنستخدم الكونسبت الواسع قوي ده والكبير قوي ده، ونعمل منه قصه انسانيه للشخصيه الاساسيه بتاعتنا بشكل مش طبيعي. حاجه ممكن تتخيلوا اللي هو ده ايه ده الشخصيه دي بتمر بالمواضيع الأخلاقية دي مع الحاجة الكبيرة قوي دي. الموضوع طبعا رائع. مثال تاني ممكن اخده، يعني حاجة شبه كده everything everywhere at once، ان هم خدوا كونسبت المالتيفيرس وخلوه مع انسانة بسيطة جدا ملهاش أي علاقة بالحاجات دي كلها. ممكن ياخدوا يعني الفيلم ده برضو شبه كده قوي. القصة بتتحكي معانا هنا بشكل رائع طبعا، ايقاع حكي القصة ممتاز. الفيلم مش واضح ان هو بيجري ولا بطيء جدا، هو اكبر بس شوية من الفيلم الاولاني في الحاجات اللي بيقدمها، فممكن بعض الناس تحس ان هو بطيء في الاول او كده، لكن لا، هو بالنسبة لي انا انبسطت بكده، انبسطت بالتعمق في المعلومات دي كلها، وان احنا ناخد الحاجات كلها دي من الكوميكس اللي بنحبها عن سبايدر مان ونعملها بشكل حلو قوي في الفيلم ده. انا انبسطت. ده يجيبني برضو من النقطه اللي بعدها، ان هم بيستخدموا السورس ماتيريال بشكل حلو قوي. حاجات كتيره واخدينها من الكوميكس لكن بيتعاملوا معاها بشكل جميل، وبيملوا بيها الفيلم كده برضو في ايستر ايجز كتيره، تلميحات كتيرة، حاجات مثلا لمحبين سبايدر مان ممكن تلاحظوها. لو انتوا بس حتى مثلا اتفرجتوا على افلام سبايدر مان بس هتلاقوا برضو في ايستر ايجز موجودة في الفيلم ده. فالفيلم حابب جدا شخصيات سبايدر مان، حابب جدا الفانز، فعمل لهم حاجة حلوة وباكج حلوة قوي. بالنسبة بقى معانا للشرير الأساسي بتاع الفيلم ده هو السبوت. اتكلمت عنه في تحليل التريلر وافتكرت ان هو يكون شرير جانبي في الفيلم ده تحديدا، بس هما مهدوه كشرير كبير قوي في الفيلم الجاي ان شاء الله. وعجبني جدا الصراحة في نهاية الفيلم الحاجات اللي كانوا بيمهدوا ليها، كأنه فعلا خطر حقيقي بيواجه مايلز والشخصيات كلها بتاعتنا في الفيلم الجاي. برضو معانا الأداء الصوتي من كل الناس في الفيلم رائع. الناس الممثلين مستمتعين جدا مع بعض، في كيمستري ما بين الشخصيات. بالنسبة للأداء الصوتي ففي متعة كده بتظهر عن الفيلم، طبعا ده موجود من الفيلم الأول. الفيلم بياخد كل حاجة حابينها من الفيلم الأولاني وبيعلي عليها كذا مرة بشكل حلو جدا. أعتقد إن أنا ممكن أقول إن الفيلم الأولاني كان عنده أشرار أحسن من ممكن اقول ان اخر حاجه بس ان هي النهايه الكليف هانجر اللي بتمهد للفيلم اللي بعده. فزي ما انا قلت ان قصه جوين ستيسي هي اللي بتنتهي، بيحصل لها ريزولوشن، بيحصل لها اختتاميه او الارك بتاعها في الفيلم ده. لكن مايلز لا، فعشان كده هو لسه في تكمله لقصته، او الحاجه اللي بيواجهها في الفيلم ده لسه ليها تكمله طبعا من حيث نواحي كتيره. ده ممكن يضايق بعض الناس، ممكن يحس الناس اللي هو الفيلم انتهى فجأة، لكن انا الصراحة الموضوع انا مبسوط منه جدا، لان هي الشركة طبعا لازم تعمل كده. ازاي هتحمسكم للجزء الثالث؟ وبعدين تاني حاجة، الفيلم ده اصلا كان مفروض اسمه Across the Spider-Verse Part 1، يعني هو كان جزء اول، في جزء تاني في الفيلم اللي جاي ان شاء الله السنة الجاية، فهو اصلا جزء اول من قصة كبيرة بتتحكي. بس عامة في الآخر كده أنا أرجح جدا مشاهدة الفيلم ده في أكبر شاشة تقدروا تخشوها، لأنه فيلم من ناحية تكنيكال بالأنيميشن رائع، شكله رائع، شخصياته رائعة، وبيتعامل معاهم كأنهم حاجات قيمة، لأن هي دي الحقيقة. الشخصيات حلوة جدا ومكتوبة بشكل كويس وتستاهل الناس تتكلم عنها. وشخصيات سبايدر مان أصلا بتمر بحاجات كتيرة جدا في الفيلم ده، بيقدر ان هو يتعامل مع شخصيات سبايدر مان كأنهم شخصية واحدة، بيمروا بنفس المشاكل ونفس المصاعب. فالفيلم في النهاية بيطلع لنا قصة حلوة قوي من الموضوع ده، بيستخدم المالتيفيرس بطريقة كويسة جدا، في أشرار حلوين هيعملوا لنا حاجات حلوة قوي في الجزء الجاي، وبياخد نفس التون ونفس الإحساس اللي كنا بنحسه في الفيلم الأولاني وبيعلي عليه بشكل كبير قوي. فبيخليه برضو اجمد واكبر بكتير. انا حبيت الفيلم ده صراحه، وشايفه ان هو ممكن يكون افضل من الفيلم الاولاني، بس ده شيء انا مش متاكد منه يعني، لان الفيلمين رائعين. والصراحه الفيلم ده اديله 10/10، اول فيلم السنه دي اديله 10/10. اكتبوا لي انتوا في الكومنتات رايكم لو شفتوا الفيلم ده، بس انا طبعا انصح بكتير انكم تشوفوه في السينمات على شاشات كبيره عشان تقدروا اكتر. وكلموني كمان عن الجزء الاول، هل حبيتوه ما حبيتهوش، وعايزين فيديوهات اكتر عن سبايدر مان مايلز موراليس، عايزين ايه بالظبط نتكلم عنه؟ اكتبوا لي برضو في الكومنتات. وسلام.